ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. انا اسفه ان انا ما بنزلش فيديوهات اليومين دول، علشان بقى ضغط الكليه، ورانا امتحانات نظري وعملي، فربنا معانا. المهم النهارده جايه اشارك معاكم شم النسيم. هنطلع هنروح الغيط مع بعض. احنا عندنا غيط، هنروح الغيط مع بعض، وكمان هناكل رنجه. ومش هناكل فسيخ عشان احنا مش بنحب الفسيخ، محدش في العيله بيحب الفسيخ، فما جبناش فسيخ. فبصوا هنعيش الاجواء مع بعض، اللي هو اجواء بقى الغيط، والاجواء اللي هي بتاعت الاشكال الحلوه والخضره والحاجات دي. فهتستمتعوا بالفيديو جدا جدا. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في الاول. طبعا انا حطيت الميك اب وجهزت نفسي، ودلوقتي بقى هوريكم اوتفيت الغيط. لبست كل حاجه، فهنوريكم الاوتفيت، فيلا بينا نشوفه. طبعا يا حلوين، الاوتفيت اللي كنا لابسينه لبسنا اللي هو الجاكيت اللي شبه لون البيستاشيو ده، والطب والبنطلون الجينز والطرحه الصفراء. وهنا كانت ماما بتحاول تلون لنا البيض، والبيض اصلا لونه احمر. جمال الرنجة لا يوصف. ماما طبعا كانت مدلعانا على اخر وعامله لنا فشار. وهنا كنا جهزنا الصينية، حاطين فيها بيض وحاطين رنجة، ومفيش فسيخ عشان مفيش حد في العيلة بيحب الفسيخ الحمد لله، والشطة والطماطم، وجبنا شيبسي، وكمان البيبسي، وجبنا حدقة والفشار، ويعني حاجات كده خفيفة وظريفة. وهنا كنت راكبة العربية الكارو. مبسوطة قوي. هنا كنا بنوريكم المناظر الطبيعية الخلابة الجميلة في الغيط. ده شكل البرسيم يا جماعة، ودي رجلي عادي جدا. مش اي حاجة. لايك بقى، حطوا لايك. شوفوا بقى جمال الشجرة العسولة الحلوة قوي دي، بجد الريف حلوة قوي، والغيط شكله جميل وتحفة، والغلة محلية الدنيا، والاشجار، بجد الجو كان تحفة قوي. شوفوا بقى الحصان وهو بيعمل في الطنبوشة، بيلف كده، والحصان اصلا بيلف علشان يجيب المية وعشان يسقوا الزرع بيها، وده اسمه الهوي. وهنا بقى كنا اخيرا وصلنا للمكان اللي احنا هنقعد فيه. وبعد كده كلنا، وكان الدبان زعجني جدا، وجبنا بقى التوت. الشجرة بتاعتنا هي اللي كان فيها توت طبعا، وجبت انا واخواتي طلعت على الشجرة مخصوص عشان اجيب شوية التوت دول، بس كانوا طعمهم تحفة، كميتهم حلوة الصراحة يعني. وبعد كده قررت اتمشى على الهوري شوية، سامعين الصوت، سامعين الهدوء، بجد تحفة. وانا كنت ماشية كده وبتأمل في خلق الله، لقيت مرة واحدة فراشة تحفة جدا جدا، ولونها خرافة، وكنت هموت وامسكها، بس في الاخر ما مسكتهاش برضه. قعدت اجري وراها جري لحد ما وصلنا للاخر عشان امسكها، وبرضه ما مسكتهاش. كان نفسي امسكها قوي، بس يلا بقى نبقى نجيب بقى فراشات تانية. وبعد كده قررت العب شقة البيض عشان انا طفلة طبعا. وبعد كده اكلنا الفشار الفشور العسول. وهنا كنت متفاجئة من نفسي جدا، انا اتغيرت 180 درجة. مش دي البنت الصبح اللي كانت امورة، اللي كانت حاطة ميك اب، اللي كانت عسولة بجد؟ وفي ايه اللي حصل؟ وبس يا حلوين، كده يكون انتهى يومنا الرائع الحلو قوي ده، واتمنى اليوم ده يتكرر كل سنة. وقولولي في الكومنتات رحتوا شم النسيم ولا لا، وعملتوا ايه، يعني احكولي كده ندردش مع بعض. وكمان ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيو.